اجيت الادمنتون وتريد تعيش بمنطقة وتسكن بمنطقة تناسبك وتناسب عائلتك، شنو احسن 10 مناطق هنا موجودة في ادمنتون للسكن؟ وصلت للفيديو المناسب. اليوم راح اقول لكم احسن 10 مناطق بادمنتون مناسبة للسكن. اول منطقة واللي هي مثل ما تشوفوها وراي اللي اسمها جلينورا. هاي المنطقة هنا من احسن المناطق الموجودة بادمنتون، كلها عالم الزناقين، يعني عالم اللي كلهم عندهم خشنات وهايس فلوس، فهاي تعتبر المنطقة الاولى واللي هي اسمها جلينورا. اليوم الشمس قاعد تطلع وتطب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم حبايبي، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم راح نبلش بأحسن 10 مناطق موجودة بأدمنتون واللي هي العيش والسكن والهدوء والرفاهية، ونبدي من أغلى منطقة الأرخص منطقة. خليكم ويانا وخلينا نبلش بالفيديو. وهسه حتقول لي علاوي ليش جلينورا تعتبر منطقة زينة ومناسبة وتختارتها أول منطقة؟ شوف، المنطقة الوحيدة هنا بأدمنتون اللي تعيش وقدامك النهر اللي هي هاي المنطقة. شوفوا وراي البيوت هذاني إذا تشوفوهن، وهي أنا قدامي النهر. هذا النهر مال ادمنتون، يعني ماكو شيء قدامكم بس النهر. واذا تحب تتمشى بعد اكثر تقدر تيجي تقعد هنا مثل ما تشوفون وراي قاعده، والمنظر تجون هيجي لي جوا، تقدر تنزل واكو عالم تتمشى وتصير كلش قريب على النهر. هذا النهر اللي اسمه ساسكاتشوان، نهر ساسكاتشوان ريفر خلينا نسميه بالاجنبي. فهي حبايب قلبي مثل ما قلت لكم تعتبر اول منطقه واحسن منطقه، واللي يعيشون هنا كلها بيها عالم زناقين. فجهز حالك، راح تجي هنا راح تدفع هواي فلوس، لانه مناطق كلها يعني بيوت ضخمه، ايجارات مو رخيصه. هنا الايجارات تقريبا من 5000 الى 6000 دولار بالشهر كندي. بيوت كلش ضخمه هنا، وحشوفكم كم بيت. يلا خلينا نشوفهم. شوفوا هذا هيجي اول بيت، شوف شلون ضخامه، يعني يتبوع عليه بيت مو عادي. والبيوت قدامنا هم اذا تشوفوهن، شوف شلون بيوت ضخمه وكلها حديثه. فتعتبر هاي هنا من 4000 الى 6000 دولار بالشهر، لان اكثر من العائله يقدرون يعيشون بهذا البيت. وبيوت كلش كبيره، وشوفوا المنطقه شلون هاديه، شوفوا شلون وهاي هيك تكون حوالين المنطقه. وهذا يعني اسم المنطقة والشارع، شوف شلون اسمها جلينورا. عاش حاطينهم هنا نص الشجرة، حاطين تاير حتى اللي يجي يتونس هنا يسعدون على التاير ويلعبون. يا اخي مرتاحين زناقين، والله العظيم زناقين مرتاحين. يعني انا بس مجرد ان انا بالمنطقة هنا دا اتمشي يعني حبيت المنطقة. والله العظيم تخبط، فد هدوء خرافي. بس تقولوا لي بس ليش الهدوء؟ الهدوء شوية مو زين. ادمنتون هدوء يعني رفاهية، يعني هي منطقة هادية كلش، تسمع صوت العصافير وهاي الشغلات. وحتى اذا تلاحظون يعني شوف مال مشي شغلات مرتبه، البيوت هيك كلش راقيه. شوفوا البيوت وراي شلون حلوه، شوفوا العواميد اللي حاطينها هنا مال اضويه كلها عليها الشارع والاسم مال الشارع، يعني كل شيء مرتب وحلو وجميل. فانت اذا تجي لهنا تعيش حياه جميله جدا. فخلينا نروح منطقه ثانيه، تعالوا ويانا. طبعا هاي البنايه اسمها الجفرمنت هاوس، هنا يسوون اجتماعات مال الحكومه وهاي الشغلات، بس مو الحكومة الكندية، حكومة ألبرتا. مثل ما تشوفون علم كندا وعلم ألبرتا، هناك دول ثانية موجودة يسوي اجتماعات وهاي. بس هنا شو يسوون العالم؟ هنا العالم يجون يصورون، لأنه بناية كلش حلوة، فيجون هنا العالم يصورون ياخذون صور. هواي اكو هنا، هذا بالصيف يصير كله حشيش، يشغلون النافورة، فشي كلش حلو. هاي شوش مكتوب؟ شوف مكتوب عليها Government House. اللي يحب يجي هنا لإدمنتون وياخذ صور حلوة، بناية كلش حلوة. أي واحد يقدر يجي، ماكو أي شيء يمنعك تجي لهنا. وش مكتوب؟ Government House. حطوها على الجوجل تطلع لكم Government House، تجون لهنا. حتى عراس يسوون هنا، يعني واحد عنده عرس كذا يجي لهنا
بيسوي العرس مالتي. اوكي، بما احنا وصلنا هسه هاي المنطقة الثانية اذا انت حاب تيجي تسكن بادمنتون اللي اسمها شورت بارك. اي واحد يحب يجي لادمنتون، هي صح تكون خارج ادمنتون تقريبا 5 دقائق و10 دقائق، بس تعتبر من محيط ادمنتون يعني. فهاي منطقة اسمها شورت بارك، كلها مناطق هناك راقية موجودة. هي منطقة كلش كبيرة، تقدر تروح هناك تكتبها شورت بارك وتروحون لهناك تعيشون اذا حابين تعيشون بمنطقة تقريبا ما بيها عرب هواية، كلها اجانب. منطقة كلش حلوة راقية اسمها شورت بارك. المنطقة الثالثة اسمها سين ألبرت. هاي سين ألبرت هم كلش منطقة جميلة وحلوة نفس منطقة شورت بارك، هم كلها اجانب وهاي ما بيها هواية عركات، ما بيها هواية اجرام، ما بيها هاي شغلات كلها موجودة هناك. تقدرون تروحون هناك هم تعيشون، اسمها سين ألبرت. فهاي سوا منطقة قلنا عليها غلينورا، شورت بارك، سين ألبرت. المنطقة الرابعة اللي اسمها أوليفر، منطقة كلش حلوة وجميلة، تروحون تعيشون هناك. بس كتبون ذن كلهن كتبوهن على جوجل. انا احط لكم اسامي مناطق كلها باول كومنت، حكتب لكم كل منطقة واسمها، بحط لكم اكثر من 10 مناطق طبعا مو بس 10، حط لكم اكثر. بس هذين المناطق اللي خلينا نقول عليها توب التوب. اوكي، هذين مناطق الواحد يروح هناك يقعد يدعي لي بعدين، ما يقول علاوها وين جبتني. اما اذا انت حابب تعيش بمنطقة كلها عرب، حابب تعيش بمنطقة انه انت ما حاس حالك عايش بكندا، فاقول لك روح عيش بمنطقة اسمها نورث جيت او منطقة اسمها كاستل داون. هاي النورث جيت او الكاستل داون اذا تروحون هناك كلها عرب، يعني هو انت تسميها نورث، فهي نورث ادمنتون كلها عرب. فتروحون لهناك تعيشون كلها عرب، مطاعم عربية، اكل عربي، عالم يحجون هناك هواية عرب. اذا انت حاب تجي لادمنتون وحاب تختلط ويا العرب المجتمع العربي، خلينا نقعد هناك ونكمل لكم الفيديو. شنو هالمنظر هذا الحلو. اوكي حبايبي، ثاني بمنطقة هاي اللي يسموها government house، وهذا مكان اللي لقيناه كلش حلو، عبالك صيني او هيك شيء. بس اكو شغلة صارت، الجو كله طبعا غيم واتوقع راح ينزل ثلج، وانا بصراحة ما مستعد للجو الثلجي لانه كلش صارت باردة، يعني البرودة هنا صارت مو طبيعية. فما احس بصراحة ما احس بايدي وما اقدر اشيل الكاميرا. فانا هسه شو حسوي، راح اكتب لكم المناطق اللي تجون عليها الادمنتون اذا حابين تقعدون، حكتب لكم اياها باول كومنت. اكتب لكم كل المناطق اللي انا بصراحه اشوفها مناسبه اذا انت حاب تيجي الادمنتون ما تختلط بالعرب. اما اذا حاب تيجي الادمنتون تختلط بالعرب، فتروح تقعد بالنورث ادمنتون واللي هو مثل ما قلت لكم كاستل داون، او تقعد بالنورث جيت. فحبايب قلبي انا هسه راح اطفر للسياره، والفيديو الثاني راح يكون ورا هذا ان شاء الله احسن 10 مناطق للزياره في ادمنتون، يعني مناطق تحب تروح تشوفها تستجمم، هاي الشغلات الموجوده هنا بادمنتون. فخليكم ويانا، سووا سبسكرايب للقناه، ولا تنسون اللايك والكومنت حبايب قلبي، وقولوا لي شنو عجبكم بالفيديو هذا وشنو ما عجبكم، وانا ان شاء الله راح احاول انزل لكم كل اسبوع فيديو. وانا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في مان الله ورده.